السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام يا رب. انا جايه لكم النهارده طبعا بدون مقدمة طبعا، وفي الفيديو من غير اي سلام ولا اي كلام. دخلتوا على طول تبصوا عليا لقيتوني في المطبخ عامله زي الخدامه الفلبينيه. بصوا بقى الموضوع ما فيه ان انا كنت نايمه وراحه في النوم. صحيت، لقيت صريخ ابني وبنتي بيصرخوا. انا قلت في مصيبه. طبعا انا بنام الغرف بتاعتنا فوق وكده، وتحت بس الصالون وكده والقعده. فلقيتهم بيصوتوا تحت وانا مش عارفه، فقايمه اجري سويت سويت سويت. نزلت لقيتهم بيضربوا بعض وموتون بعض من الضرب. فطبعا نزلت مفزوعه، حطيت غلي فيهم الاتنين لدرجه ان هما كان عندهم قطتين شرازي رميتهم لهم في الشارع. وطبعا جم يجيبوهم تاني فما لقيناهمش، يعني ولاد الحلال الله يديهم الصحه اخدوهم. ماشي. المهم دخلت على المطبخ، طلعت غلي وعصبيته كلها فين في المطبخ. قلت انا لازم بصوا اطلع غلي وعصبيته كلها في الطبقين. انا ما كانش عندي اطباق ولا كان عندي حاجه. والله يا جماعه انا بغسل اول باول بالليل، يعني انا عامه الطبق اللي بيتوسخ مني انا بغسله. بس كان في طبقين كده على الماشي، والحله دي كانت بتاعه المحشي، كانت منقوعه. فغسلتها على طول، والكوبايات بقى وكده اللي كانت بتاع السهره وكده. فخلاص يعني مفيش حاجه بقى والدنيا راقت. فادم قال لي انا جعان، وسندي قالت لي انا جعانه، يلا نفطر. فقلت لهم طيب. فكان في لبن، طلعته اهوت حطيته على البوتاجاز على الغلايه، وعملت لهم بيض اهوت، وحطيت لهم فيه حته سمن بلدي اهوت. دلوقتي انا كنت عملت بيضتين عشان نفطر بيهم. كنت بحط عليهم بقى التوابل بسرعه بسرعه بسرعه. كل حاجه كانت بسرعه بصراحه. وقلت له روح بقى هات لنا جبنه، اللي هي الجبنه اللي هي الحادقه شويه دي، الدبل او التلاجة. ما اعرفش بيسموها ايه هنا، بيسموها ايه يا ادم في اسكندريه الجبنه اللي احنا بنجيبها؟ جبنة تركي. جبنه تركي يا شيخ. جبنة كريم. كريمي؟ مش كريمي خالص. ما الجبنة اللي هي الجبنة نعم التركي. يعني انت بتسألني انا بسأله بيسألني. المهم دخلت دلوقتي بعمل البيضاوات ماشي والحليب. وقلت بقى هنفطر فطار هادي كده. وطلعت العيش الطويل، وكنت بقى كنت عامله بتاع ارنبيت. خدت شويه حليب حطيتهم على الجبنه عشان يدوها طعامه. ماشي. وبعدين كنت عندي ارنبيت، فكنت حاطاه في الفريزر وسلقاه يعني ومجهزاه. فطلعته وقلت على التحمير واحط له البيض واللبن والبتاع والدقيق واحمره على طول. انا عملته حالا من شويه بس ما صورتلكوش، بس اصور لكم شكله قبل ما نيجي ناكل. دلوقتي ادم صب يا ابني اللبن. قال لي لا يا ماما صبي انتي، وانا موقعه بالليل وكنت بتجري ورايا بالليل. اوقعه تاني الصبح؟ لا يا ماما كفايه عليكي كده، صح يا ادم؟ ايه وصب انت. صبيت وحطيت ايه يا لهم ماما. السكر الصبح ما جيت تصب اللبن. بالليل انت عملت ايه؟ يا سوب اللبن كله قاعد. قام كله واقع على البوتاجاز. نص ربع. وقع منه يجي نص كوبايه. ماشي. دلوقتي عملنا اللبن اهوت. فك طبعا. ساندي سمسمه خدت البيض، وادم صورني يا ماما واقف ازاي جنب الميكروويف. واقف جنب الميكروويف. يخرب بيت البوسه بتاعتك اللي بتخنقني بتطلع له روح. انا يا جماعه بقيت عصبيه جدا، مش عارفه ليه، ده من الغده ولا من ايه. بقيت عصبيه جدا وبنفعل اكيد بالخطة لك بقيت مكرونة. بنفعل كتير قوي. بصوا دلوقتي ساندي وادم بيفتحوا من العيش الطويل بالمقص، وبيعملوا سندوتشات الصبح، بيض اومليت الست اللي بتتوحم دلوقتي. يا المهم خرابي. يا خرابي. ساندي عامله ازاي؟ ايه دي شكلك عامل كده لو انت كده يا بنت هتكسري الرقبه. طبعا احنا دلوقتي كنا بنفطر انا وهم، قعدنا على الارض. بصوا يا جماعه انا بموت في قعده الارض، بعشقها حرفيا. انا عندي امكانيه اجيب سفره، افخم سفره، بس انا بحب قعده الارض. منها واليها نعود. وتحسي كده ان انت واخده راحتك والاكل حواليك، وانا بقى حاطه التليفون قدامه ومشغل يوتيوب على بتاع مسلسل ليلا لا لاند دي بتاع دنيا سمير غانم، قاعد اتفرج وساندي. وانا كنت بتفرج ساعات على فيلم اجنبي على ام بي سي 2. كنا قاعدين مندمجين اهوت، وتليفوني يقع، وساندي تقوم تجري تجيب ازازه ميه. كنا بص قاعدين مندمجين.
بصوا القعده بجد بجد، يعني اما تكون يعني اتخانقت معاهم وضربتهم وتعصبنا وقعدنا كنا وما فيش اي حاجه، والقعده حلوه ولذيذه وربنا يدومها علينا يا رب. انا يعني ربنا يهديهم لي ماما بصي. ويهدي اولاد المسلمين. انا مخلفه بنت متخلفه. اه، انا دلوقتي ايه بسقي العيش الطويل باللبن. انا بموت في الاكله دي، ان انا اسقي لبن بعيش طويل. يا كنت على طول لما اروح عند امي اقول لها ماما انا زهقت من اكل مش عارفه ايه. الله يرحمك يا ماما يا رب انت واموات المسلمين. كانت تقول لي اجيب لك ايه، روحي يا ادم عند طنط كوثر هات عيش طويل وهات لبن، ونقعد بقى نعمل بتاع الشعريه بسكر ونحط عليها لبن. فاهمين؟ بتاع نعمل لبن بتاع عيش طويل. كانت بتبقى قاعدة جميلة، نقعد انا وماما بقى نحكي، وماما تحكي لي قصصها وتحكي ازعلك يا سنة، وتحكي لي بقى اللي قصصها مع وكفاحها، وانا اقول لها طب يا ماما وهي تنصح نعمل ايه، ونقعد نفضفض بقى مع بعض. كانت السهرة تبقى حلوة قوي. دلوقتي العيال بقى ايه قاعدين اهوت واحنا بنشرب اللبن. القعدة كانت جميلة صراحة والله العظيم. شفت ادم بيشرب ازاي؟ شوف ادم. ماشي. احنا دلوقتي ايه بدأنا نشبع. ماشي. كان ورانا ايه الدنيا كانت بترخ بقى. يا سندي بقى ايه ده. احنا كنا دلوقتي ايه الدنيا كانت بترخ بره، تلج تلج. ادم بقى فتح التلفزيون على الماتش، وقعد بقى مندمج ماسك لي لوليتا اللي هي التلج دي، وقاعد لي عامل لي فيها ايه مش عارفه مين. المهم الحاجه ساندي بقى قاعده على الكنبه وماسكه لي بيبسي وشيلامو. لا لا عايشين وانا قاعده ايه ماسكه التليفون واصورهم وانزلهم. الدنيا كانت بترخ بقى رخ رخ رخ. طلعت اجري ساعه ما كنت باكل ايه. انا بديكوا بالترتيب. قلت لهم يا ولاد يا ولاد إيه الدنيا بترخ الفراخ. انا كنت جايبه ايه 8 فرخات، كنت جايباهم يعني صغننين. فطلعت اجري جبته ابص عليهم يعني واشوفهم مصرهم ايه في المطر والشتا ده. المهم ايه، فقلت لا ده مش معقول، انا لازم اجيب حد يعمل لي تقفيله وتعريشه للبتاع دي اعمل عشه. فكلمت محمد جوزي قلت له محمد انا عايزه حد يجي يعمل لي عشه للفراخ. فقال لي طب انا هجيب لك واحد النهارده. والله ما قصرش، اول ما صح من النوم كلم ناس وكلم واحد قريبه قال له ده يا عم انت هتجيب واحد ياخد منك فلوس ومبلغ وقدره. يا عم انا هعملها لك انا. الحاجة بقت غالية خلينا انا اجي اعملها لك. طبعا جه انا كنت سخنة وانا بعمل البتاع ده، انا كنت سخنة وتعبانة واخدة بالك. فمحمد دخل قال لي ايه انا راح اجيب ايه خشب، هنقص خشب في المخرطة تكون انت ايه روقتي الدنيا اللي ورا دي علشان نيجي ننصفها. قلت له ما كذبتش خبر برضو. قمت بسرعة بسرعة بسرعة، قمت ايه خلصت وروقت انا وادم وساندي قعدنا نعمل على قد ما نقدر اللي احنا نروق الدنيا. طبعا شغلنا الخرطوم لان طبعا اي حد بيربي طيور عارف ان الطيور بتبقى عامله تحتها اسطول حمام ومش عارفه ايه، وبتبقى موزعه الاكل بتاعها مرمطاه يعني. فقلت انضف. كانت الكرتونه دي في قلبها شويه حاجات كراكيب، بس كراكيب حاجات تنضف يعني. المهم هم جم بقى بعد ما روقت وخلصت الدنيا، جم هم عملوا لي اللي بيعملوا لي عشه صغيره على قد الفرختين اللي عندي. وعشان عايزه اجيب فيما بعد كمان اجيب فرختين ابيض، وعشان فيما بعد لو حبيت اجيب طيور تانية يبقى المكان. حاطين العشه جنب البلاعه، يعني لو الفراخ مثلا مطلعه حمامها ولا اي حاجه هقوم مشغله الخرطوم وعامله كده اهو البلاعه على طول جنبها. انا سبتهم هم وقلت لهم عيشوا حياتكم، ورحت داخله بقى امنتج لكم الفيديو. ما تنسوش تدعموني باشتراك. باي باي.